هنعمل روتين مسائي مع بعض حلو قوي. هتلاقوا بشرتكم اول ما تصحوا من النوم فيها نضارة ومترطبة وبجد تحفة. مش هتصدقوا اصلا ان دي بشرتكم. وعن تجربة، مش اول مرة اجرب الحاجة اللي هعملها معاكم دي، لا جربتها فقلت اطلع اتكلم معاكم بكل مصداقية عن المنتجات القمر دي. وكمان ما تنسوش تعملوا فولو، اشتراك في القناة، وتعملوا متابعة. هسيب لكم كمان اللينك بتاع الفيسبوك بتاع المنتجات اللي هتكون في الفيديو معايا عشان تطلبوا، وبتوصل لكل المحافظات. اول حاجة لازم ننضف بشرتنا كويس جدا من اي ميك اب او اي حاجة عليها، وهنستخدم الميسلر ووتر والكوتون باد، اي نوع بتفضليه وبتستخدميه. هنمسح كل حاجة على بشرتنا، وطبعا القطنة ما بتكدبش. كده انا نضفت وشي من كل حاجة عليه. بعد كده هستخدم الصابونة التحفة دي، صابونة زبدة الشيا باتر، وهي دي المنتجات اللي هنتكلم عنها. واولهم صابونة الشيا باتر بتاعة لابيلا. بتحتوي على ايه الصابونة دي؟ بتحتوي على زبدة الشيا، وهي مرطب تحفة جدا للبشرة والجسم، وكمان فيها شوفان، واحيانا بيكون فيها عسل. فبتحتوي على زبدة شيا وشوفان وعسل. لو بشرتك بتتحسس من العسل اكيد بتقولي للدكتورة فورا وهي مش بتحطلك فيها عسل. هغسل بشرتي قدامكم بالصابونة بتجربة عملية. انا بليت الصابونة وابتدي امشيها على وشي، ببلها كده، او ممكن نعمل منها رغوة ونعملها على بشرتنا. الافضل ان احنا نعمل منها رغوة ونمشيها على بشرتنا عشان ننضف بشرتنا كويس جدا، وتفرجوا بقى على النضارة والترطيب اللي هيحصل في بشرتكم. بصوا الصابونة رغت على بشرتي ازاي. طبعا بنسيب اي صابونة او غسول بنستخدمه على بشرتنا، بنسيبه من مثلا نص دقيقة لدقيقة عشان ياخد منه النتيجة المظبوطة واللي احنا عايزينها. طبعا انا بس عشان لابسة الطرحة، انتوا الموضوع هيبقى معاكم في البيت بدون التصوير، هتاخدوا راحتكم. وطبعا كده بعد ما غسلت بشرتي، شايفين طبعا النضارة باينة ليكم جدا. بنجيب بس اي فوطة نضيفة بنستخدمها للبشرة، ومش بندعك بشرتنا، لا مجرد ان احنا بس بنطبطب على بشرتنا عشان بس يبقى فيها ترطيب بسيط جدا، لان السيرم اللي هنستخدمه لازم يتحط على بشرة مندية. وده كده بعد ما نشفت بشرتي. عشان احس ان هي مندية اكتر ممكن اجيب بخاخ مية، ده فيه مية ورد، اي حاجة تنديلي بشرتي، سواء مية ورد، شوية مية عادية جدا بس. وبعد كده هبدأ استخدم السيرم الخطير ده، سيرم الريتينول، اللي انا هقول لكم اصلا نستخدمه في ايه ومكوناته اصلا تحفة. طبعا لما نيجي نستخدم سيرم الريتينول او اي سيرم لنضارة، لازم نطبطب على بشرتنا كده عشان نحس ان السيرم اخترق البشرة. طبعا بنحط على كل مكان في البشرة. والمنتجات اللي بتستخدموها لبشرتكم يا ريت تستخدموها لرقبتكم وكمان ايديكم، عشان الاماكن دي بتعجز بدري جدا، فمحتاجة اهتمام وترطيب وعناية زي باقي جسمنا بالظبط. وده السيرم، شايفين النضارة واللمعان، بيدي نضارة وريحته تحفة. بيحتوي على ايه بقى؟ هو ده سيرم الريتينول من لابيلا. سيرم حلو قوي وسعره تحفة يا بنات، مش زي انواع السيرم اللي بره واسعارها الرهيبة اللي احنا بنسمعها. بيحتوي على نياسيناميد، وفيه هيلورونيك اسيد، فيه فيتامين بي 5، كمان مارين كولاجين، يعني فيه كولاجين طبعا لشد البشرة. سيرم الريتينول ما ينفعش ادخله على بشرتي كده مرة واحدة، بنبتدي ندخله على بشرتنا اول اسبوعين، يوم او يوم لا، او مرتين او ثلاثة في الاسبوع، عشان ده السيرم ريتينول. بيعمل ايه بقى سيرم ريتينول؟ نياسيناميد. النياسيناميد بيساعد على قفل المسام او تضييق المسام الواسعة، وكمان بيقلل افرازات الدهون في البشرة، وبيقلل فرصة حدوث حب الشباب. وفي طبعا هيلورونيك اسيد. الهيلورونيك اسيد بيساعد على ترطيب وتفتيح ونضارة البشرة، وبيديها اشراقة كده، بيخلي البشرة كده تحسوا ان، فاهمين الاحساس ده، فيها كده مرونة. وفي كمان المارين كولاجين، وهو بيساعد على شد البشرة، اللي هو بقى بيحمينا من التجاعيد والخطوط اللي بتطلع لنا في وشنا، اللي هي الرعب بالنسبة.
والالاستين هو بيزود مرونة البشرة. شايفين البشرة فيها نضارة، وبصوا حاساها ان هي مترطبة، بس عايزين نزود ترطيب اكتر، يعني نستخدم كريم ترطيب خفيف قوي، يا اما بنستخدم جل الصبار. وده جل الصبار برضو من لابيلا، عليه مية بس. وده بقى جل الصبار من لابيلا، وفيه بقى الوفيرا، طبعا جل الصبار اللي هو الالوفيرا جل، وفيه بنسينول وفيتامين اي، ففيه مرطبات عظيمة. وانا بصراحة احيانا بعد السيروم ده بستخدم حاجة بسيطة جدا من ده اللي هو الالوفيرا جل، حاجة بسيطة. هو اصلا الترطيب عالي جدا في السيروم ده عشان كمان بيحتوي على الهيلورونيك اسيد. شايفين النضارة اللي في البشرة؟ بجد بصحى من النوم بحس ان بشرتي منورة. وده مش اعلان خالص، دي منتجات انا استخدمتها وجربتها مرة واتنين وتلاتة، عشان كده طلعت اعمل لكم الفيديو ده. لو ما كنتش لقيت بجد منها اي نتيجة كنت هطلع برضو واقول لكم ان المنتجات دي مش حلوة. وطبعا في ناس كتير جربتها، وطبعا هتشوفوا الريفيو، واكيد هتشوفوا الريفيوهات على الصفحة بتاعة الفيس اللي انا هسيبها لكم. تقدروا تطلبوا لأي محافظة داخل مصر، هتوصل لكم لكل المحافظات. واللي يروح لها تبعي ما تنسوش تقولوا لها ان انتوا تبع شيماء شاكر. والحقوا بسرعة الخصومات اللي هي عاملاها، يلا بسرعة، مستنيين ايه؟ لو مش بتهتمي ببشرتك تقدري تهتمي من دلوقتي بمنتجات حلوة واسعارها على قد الايد. وكمان المنتجات دي معمولة بمواد طبيعية، مش هتضايق بشرتك ابدا. ولو عندك اي مشكلة في بشرتك تدخلي تقولي لها، او في شعرك او في جسمك، بتعمل كل المنتجات بتاعة البشرة والشعر والجسم. وطبعا مش هننسى حاجة مهمة جدا، وهي الترطيب. نرطب ايدينا او جسمنا بالبودي باتر الخطيرة دي. البودي باتر دي بقالي فترة بجربها، تحفة قوي. بص تحسوا ان هي ايس كريم، تحسي ان انت حاجة كده تتاكل من روايحها التحفة. انا اخترت اللي بالفانيلا دي، بحب الفانيلا قوي. بتحسي ان انت كده حاجة حلوة، وترطيبها حلو قوي. عشان ابقى عملت معاكم كل حاجة عملي. بصوا كفاية، كفاية الريحة بجد. طبعا قبل ما ننام لازم نرطب ايدينا ورجلينا وكل حاجة فينا، نشرب مية كتير، اهتموا بالمية. وهي دي المنتجات اللي ظهرت معايا في الفيديو، حبيت اطلع اقول لكم عنها واعمل معاكم تجربة عملية. بعد كده اي منتج هتكلم معاكم فيه كمان هجربه لكم تجربة عملية. الصابونة اللي هي الشيا بطر، وسيرم الريتينول والنياسيناميد الريتينول اللي بيحتوي على هيلورونيك اسيد ومارين كولاجين، وفيه فيتامين بي 5. فبصراحة منتج يستاهل ان انتوا تجربوه. مش هننسى جل الصبار او الالوفيرا جل لترطيب ونضارة البشرة. ترطب البشرة حلوة قوي، نستخدمها كمان قبل الشيفنج وبعد الشيفنج. بتخلي البشرة يعني ما فيهاش اي التهابات، بتشيل اي التهابات. ولو عندك التهابات في بشرتك من الحروق بتاعة الشمس، فده من الحاجات الملطفة جدا للبشرة، وفيه بنسنول وفيتامين اي، فهيدي نضارة. طبعا مش هننسى كمان البودي باتر للترطيب بتاع الجسم، ترطيبها حلوة قوي. ولإيدينا طبعا من كتر ما بنغسل مواعين وايدينا بتتحط في كذا حاجة في البيت، وبنتعب قوي من شغل البيت، فلازم نرطب بشرتنا قبل النوم بعد غسيل المواعين في كل وقت. حلوة قوي، نقطة صغيرة منها بترطب حلوة قوي. تحسوا كده ان انتي بتحطي ايس كريم، حاجة حلوة كده، تحسي ان انتي تتاكلي بجد من ريحتها القمر. ودي زي ما قلت لكم السنت اللي هي بالفانيلا، تقدري تختاري الريحة اللي تعجبك. اوعوا تنسوا بقى تقولوا للدكتورة شيماء ان انتوا من عندي، وانا ببوسها بوسة كبيرة قوي وبقول لها شكرا على منتجاتك الجميلة دي يا دكتورة شيماء، واستمري ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. باي باي.